صاحب الفضل الكبير النهارده للبرامون، النجم الكبير ليس كلاعب وانما كاداره فنيه للموسم الثاني على التوالي. كابتن طارق حجازي، مبروك. حبيبي حماد، الله يبارك فيك ويبارك فيك كلكم ان شاء الله. كابتن طارق، احكي لنا عن مشوارك الموسم ده عن الموسم الماضي، ايه المشوار وايه الصعوبات اللي انت واجهتها السنه؟ طبعا احنا فينا ضغط السنه دي اكبر من احنا طبعا جمهوريه، والضغط السنه دي كله كان بيهرب مننا بصراحه. الفرقه لما جينا نعملها يا كابتن محمد كله قال لك احنا مش هنعمل نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت مع تغيير الشروط السنه دي. احنا السنه دي كان في شروط جديده وطبعا ضغطتك، فاحنا كافحنا واخد بال سيادتك وجبنا فرقه ما شاء الله، ربنا كرمنا وحققنا كل ماتش كنا بنجري بقى حاجه 6-7 ووصلنا على يدك اهوت نهائي. وبرده بنقول للفرقه وصلنا سنه في هارد لك، عملت ماتش كويس ونجحنا للجمهور اللي هو جه معانا تعب معانا النهارده اهو، دي اقل حاجه نعملها له. واضح ان من صوت حضرتك ان انت كنت النهارده تعبان بالزعيق والكلام مع اللعيبه، وده شيء منطقي جدا. احساسك ايه بعد الجائزه الذهبيه، خصوصا ان كان في فضيه الموسم الماضي؟ حبيبي يا كابتن، بتختلف طبعا يا كابتن محمد، جامد قوي من الذهبيه الفضيه، فرق جامد قوي حسيت به دلوقتي، واخد بالك؟ تتويج لتعبك ولفرقتك، فالحمد لله. يا ترى خطوتك ايه في دوري الجمهوريه يا كابتن طارق؟ طبعا احنا قلنا دوري الجمهوريه نظامهم السنه دي الله اعلم هيعملوا نظام محافظات ولا مراكز شباب. انا برجح مراكز شباب احسن، يعني فريق البرامون يكمل، لان انا اضربه بدل ما اقول لك محافظه واجيب مدرب تاني ويجمع، طبعا مش هينفع. لما يكون مركز شباب مكمل بفرقته بلاعيبته هو عارف ادرى، وبقول لهم لو احنا كملنا ان شاء الله بالبرامون هاخد الجمهوريه ان شاء الله السنه دي. رسالة من الكابتن طارق للسيد الوزير وللسادة المحافظين اللي تعبوا وقدروا يوصلوا دوري المراكز لهذه الحاجات الجميلة اللي قدامنا دي وفرحوا بقى جمهور البرامون. آخر رسالة من الكابتن طارق ليهم. بنشكر طبعا السيد الوزير اشرف صبحي ونشكر الناس دي كلها، اللي احنا مراكز الشباب حست بقت زي الانديه، بقت انديه بتلعب في استاد المنصوره وبتكمل جمهوريه. كان السنه اللي فاتت في افتتاح في الجمهوريه شفته خرافي، ولا افريقيا والله.